ان يكون رائد اعمال، يكون صاحب بزنس، يرفع ايده لفوق كده. عايز اشوف الناس دي ترفع ايدها لفوق كده. طبعا الناس اللي مش رافعه ايديها هي كده كده يعني رواد اعمال، صح كده ولا انا قلت كده ولا؟ سمعنا كتير جدا جدا عن الانتربرينور شيب ورياده الاعمال. ناس كتيره جدا بتسعى لها، وناس كتيره جدا عايزه تكون صاحبه مشروع ورائد اعمال. رائد الاعمال هي رحله كبيره جدا جدا جدا، ولكن دايما بتقوم على 3 اعمده مهمين جدا. اول عمود من اعمده رياده الاعمال هي الفكره. الكون كله عباره عن فكره، وكل شيء في الكون فكره. التعليم فكره، الجواز فكره، الكليه فكره، الابلكيشن فكره، كل شيء في الكون فكره. ودايما بيمر على الانسان في اليوم من 50,000 فكره ل 60,000 فكره يوميا. من الافكار الايجابيه اللي تخليك تعمل بنش مارك وانجازات كبيره جدا جدا في حياتك، ومن الافكار السلبيه اللي بتخليك واقف عند نفس البوينت ونفس النقطه او بترجع كتير جدا جدا لورا. فعشان كده اول حاجه واول عمود من اعمده رياده الاعمال هي الفكره. فكره مهمه يا احمد، مهمه جدا. تاني حاجه او تاني عمود هي الخطه، البلان. الطريق اللي انت هتمشي فيه، هتمشي فيه ازاي؟ هتروح له ازاي؟ ايه البلان بتاعتك وايه الخطه بتاعتك اللي تعرفك الطريق اللي انت عايز توصل فيه لكل حلم وكل هدف انت كتبته في يوم من الايام. وتالت عمود وهو اهم عمود هو عمود التنفيذ. ناس كتيره جدا في الحياه بتحلم، وناس كتيره جدا في الحياه بيكون عندها افكار مش طبيعيه، وناس كتيره جدا في الحياه تقعد وتخطط وتعمل بلان وتعمل خطط كتيره جدا جدا، ولكن الاحلام والاهداف وكل حاجه هم بيكتبوها ممكن تكون وهم، عشان بس يهربوا منها من المستقبل، وعشان بس يعملوا حاجات كتيره جدا ويثبتوا ان هم لنفسهم يعني افضل حاجه في الكون، ولكن مفيش تنفيذ، مفيش قرار قوي ومفيش تنفيذ قوي عشان ينفذ البيزنس اللي كتبه في يوم من الايام. وعشان رياده الاعمال ديت او عشان تكون رائد اعمال فهي رحله طويله جدا جدا، محتاجه مننا حاجتين مهمين جدا، التزام، ومحتاجه مننا ان احنا يكون عندنا استمراريه. بعتبر في حياتي ان الالتزام وان الاستمراريه هم اقوى حاجتين في الحياه يوصلوا اي انسان في الكون لاي هدف هو عايز يوصله، لاي حلم ممكن يكون كتبه في يوم من الايام. ولما نتكلم عن رياده الاعمال مش هينفع ننسى حاجه مهمه جدا، سيليكون فالي. مين سمع عن سيليكون فالي قبل كده؟ حد سمع عن سيليكون فالي؟ حد سمع عنها؟ سيليكون فالي هي منطقه صغيره في كاليفورنيا. سيليكون فالي ديت كانت من العواصم او هي اكبر عاصمه للستارت ابس اللي موجوده على مستوى العالم كله. سنه 1930 وتحديدا في جامعه ستانفورد كان في دكتور اسمه فريدريك. الدكتور ده كان هو الاساس وهو الاب الروحي لرياده الاعمال على مستوى العالم كله. سنه 1930 الراجل ده عمل انجازات كبيره جدا جدا في سيليكون فالي وفي كاليفورنيا كلها، وكل الناس بدات تتكلم عنه بقى اب الروحي لرياده الاعمال في العالم كله، لدرجه انه اتعمل له هاي واي باسمه في كاليفورنيا كلها تمجيدا وتكريما للراجل اللي عمل انجازات كبيره جدا. وفي يوم من الايام وهو بيتكلم مع الطلبه بتوعه قال لهم انا مش عايزكم تسافروا نيويورك ولا واشنطن ولا بوسطن ولا اي حاجه من الحاجات، عايزكم تركزوا في المدينه دي وتبداوا البيزنس بتاعكم من هنا من سيليكون فالي. ناس كتيره جدا ما امنتش بيه، ولكن كان في طالبين بس هم اللي امنوا جدا جدا بالكلام بتاع الدكتور ده. عملوا ايه الطلاب ديت؟ سنه 1938 بداوا بدايه بسيطه جدا زي بدايه كل واحد فينا، من فكره بسيطه وخطه بسيطه لتنفيذ قوي عشان يوصلوا في يوم من الايام لهدف كبير جدا قرروا يعملوه. بداوا الاثنين طلبه دول يعملوا ايه؟ بداوا الاثنين طلبه دول ياسسوا في جراج بسيط جدا فكره مشروع، لحد ما المشروع ده تحول من اكبر المشاريع واكبر الشركات على مستوى العالم، وقدروا يعملوا شركه اتش بي. اكيد كلنا سمعنا عن اتش بي. استخدمنا البرنترات بتاعتها، استخدمنا اللابات بتاعتها، استخدمنا الكمبيوترات بتاعتها، وبدات ان هي تعمل انجاز عظيم جدا جدا في سيليكون فالي. وده ادى لتشجيع ناس كتير جدا جدا في المكان ده ان هم يعملوا ستارت ابس، ان هم يعملوا شركات ناشئه في العاصمه ديت وفي المنطقه ديت، وطلع منها كميه شركات ملياريه بمليارات الدولارات، وهم دلوقتي اقوى الشركات اللي موجوده على مستوى العالم، زي انتل وزي جوجل وزي لينكد ان وزي فيسبوك وزي ايه كمان وزي ابل، مشاريع كتيره جدا. وسيليكون فالي تصنف من اكثر المدن واكثر المناطق اللي فيها ثروه لا تعد ولا تحصى. ليه يا احمد بقول لك الكلام ده؟ لان سيليكون فالي ديت هي كانت اكبر سبب ان اقتصاد امريكا يكون الاقتصاد رقم 1 في العالم كله. طب ايه يا احمد المحرك؟
وايه احمد الدافع ان اكبر اقتصاد في العالم يكون بتاع امريكا؟ هي فكره الستارت ابس والمشاريع والشركات الناشئه اللي بتحصل كل يوم داخل امريكا. وفي سنه من السنين امريكا في سنه واحده بس قدرت تعمل 185 ألف شركه ناشئه، فكان عدد كبير جدا جدا، وكانت تحتل التصنيف الاول. تحتيه التصنيف الثاني والثالث والرابع والخامس لحد السابع دول كتير جدا، 6 دول زي الصين وزي اليابان وزي المانيا وزي استراليا وزي كندا وزي بريطانيا. مجموع ال6 دول تحتيها يساوي بس مجموع امريكا في الشركات الناشئه. ليه يا احمد بقول لك الكلام ده؟ عشان اقول لك ان عالمنا العربي لحد فتره بسيطه جدا كل سنه ممكن يعمل من 10 ل 15 ألف شركه ناشئه في السنه. ناس كتيره جدا ممكن تسمع الكلام ده وتحزن وتقول لك دي كارثه، دي احنا في كارثه، ولكن انا كاحمد سالم بشوفها فرصه عظيمه جدا 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 ان احنا نبدا نعمل المشاريع بتاعتنا. ليه يا احمد فرصه عظيمه؟ لو جينا نبص على تعداد السكان امريكا هنلاقيه تقريبا ما يقرب من 230 مليون نسمه. ما يقارب تعداد السكان عندنا في العالم العربي 285 مليون نسمه. ليه يا احمد بتقول ده؟ لان اعمار الشباب اللي هنا في امريكا كانت اعمار صغيره، بدات بزنس بسيط جدا. واحنا هنا في العرب احنا بلاد شابه فيها شباب كتيره جدا، 60% احصائيه 60% من عالمنا العربي في شباب. ومتوسط اعمار الانتربرينور او رياده الاعمال او رائد الاعمال 29 سنه. لو جيت تقيس دوت 60% فاحنا اعمارنا او 60% من اعمار الشباب في العالم العربي تتراوح من 30 سنه لاقل من ده. عايز احمد تقول ايه؟ عايز اقول لك ان كل شاب فينا هو جاهز، كل شاب فينا عنده فكره يقدر يعمل حاجه، كل حد فينا يقدر فعلا بفكره وبخطه كويسه وبتنفيذ محكم يقدر يوصل لده. اعمارنا تساوي اعمارهم واكثر كمان، وعدد السكان يساوي واكثر كمان، فنقدر نعمل ده. والامثله على ده كتير جدا جدا في عالمنا العربي وفي مصر عندنا. في ناس كتيره جدا بدات من تحت الصفر، من تحت الصفر، وقدروا يعملوا شركات ناشئه بسيطه جدا، وتم تحويل شركات الناشئه ديت لشركات ملياريه في يوم من الايام. عايز يا احمد تقول ايه؟ عايز اقول لكل حد مهتم بمجال رياده الاعمال انت تقدر فعلا تعمل حاجه. انت تقدر تعمل حاجه لان دلوقتي المعلومات بقت كتيره جدا والافكار بقت كتيره جدا، مش شرط اطلع بره الصندوق واخترع العجله من تاني، ولكن ممكن بفكره بسيطه تحل بيها مشكله، ممكن بفكره بسيطه تغير كونسبت عند الناس، ممكن بفكره بسيطه تعلم الناس حاجه يقدروا يعملوا منها فلوس كتيره قوي. فعايز اقول لكل الناس اللي موجوده النهارده كل حد فينا يقدر، بس عشان تقدر وتخش في الكارير ده محتاج اهم حاجه في الحياه بالنسبه له، الا وهي التعليم والتدريب. بالنسبه لي هي اهم نقطه في الحياه، هي النقطه الفارقه اللي غيرت لي حياتي 180 درجه، اللي بديت اتعلم واعرف اكتر عن نفسي واعرف اكتر عن اهدافي. صناعه التدريب وصناعه التعليم في العالم كله هي تعتبر من اقوى واهم الصناعات الموجوده في العالم. على حسب اخر احصائيه تقريبا من سنه ونص لمجله فوربس، قال لك ايه؟ قال لك ان صناعه المعلومات وصناعه التدريب بتدخل يوميا ربح 355 مليون دولار، وكان متوقع ان السنه الجايه في 2025 تدخل ربح تقريبا اكثر من مليار دولار يوميا. ده مهم ولكن الاهم فكره التعليم والتطوير، هي الفكره اللي بتاخدك من بوينت لبوينت ثانيه، هي الفكره اللي بتنقلك من مكان لمكان ثاني، هي اللي بتنور لكل واحد فينا الطريق، هي اللي بتعلمك مهاره تقدر تواكب بيها سوق العمل وتخلي الناس في احتياج شديد جدا جدا ليك، هي اللي بتغير عندك قناعه ممكن تغير من حياتك 180 ألف درجه. التعليم والتدريب هو من اهم الحاجات اللي تعرفك عن نفسك كويس، ومن باب التزكيه عشان تزكي نفسك اول حاجه حمل الانسان على طلب العلم، اني انا اتعلم. وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القران قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللي بيفلح في رحله الحياه هو دايما اللي بيزكي نفسه، وهو دايما اللي بيتعلم، وهو اللي دايما بيتطور، وهو اللي دايما بيسال اهل الذكر، بيسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالتعليم والتطوير هي بوينت مهمه جدا جدا لكل واحد فينا. ناس كتيره جدا في الحياه ممكن تكون بتكتفي بالتعليم الجامعي، ولكن سوق العمل هيكون صعب جدا جدا انك ما تتعلمش مهاره جديده،
انك ما تتعلميش مهاره مختلفه، انك تتعلم اكتر عن نفسك، انك تتعلم اكتر عن الحاجات اللي انت عايز توصل لها، تتعلم عن التسويق، تتعلم عن البيع، تتعلم عن الاداره، تتعلم عن السوفت سكيلز، عن الكوتشنج، عن القياده، اتعلم في اي شيء انت عايز توصل له كويس جدا، لان دي اكتر حاجه توصلك في يوم من الايام للي انت عايزه. العالم سريع جدا وكل يوم بيتطور وكل يوم في تغيرات مش طبيعيه، والتكنولوجيا بقت مرعبه في العالم كله. ولكن في ظل العالم السريع المتطور والتكنولوجيا الكبيره جدا في مشاكل وتحديات كتيره جدا. وهنا يجي دور الليدرز، يجي دور القاده، يجي دور التدريب، يجي دور كل كوتش وكل ثيرابي وكل ماركتير وكل حد بيشتغل في البيزنس وكل حد عنده قيمه حقيقيه يقدر فعلا يوصلها في يوم من الايام للناس عشان يقدر يغير من حياتهم 180,000 درجه. فمستحيل هتكون رائد اعمال، او مستحيل هتكون انسان ناجح، او مستحيل هتكون انسان مؤثر، او مستحيل هتكون انسان ليه قيمه كبيره جدا والناس طلبها عليك تزيد غير لما تتعلم ثم تتعلم ثم تتعلم. والاهم من كل ده هو تطبيق كل معلومه انت بتاخدها في يوم من الايام على ارض الواقع عشان تقدر يحصل قياس او مقياس للاداء بتاعك. وهنا بصراحه يجي دور عظيم جدا جدا، وهو دور ايجيبشن بورد اكاديمي. ايجيبشن بورد اكاديمي هي بتعمل دور التعليم والتطوير والتطبيق بشكل احترافي مش طبيعي. منظومه واكاديميه عندها فيجن كبيره جدا جدا انها تمكن كل الشباب من حته التعليم والتدريب والتطوير. منظومه هي دايما بتشتغل بالمعايير ودايما بتشتغل بالمعطيات الاساسيه والرسميه اللي تقدر تخليك ترينر شاطر، اللي تقدر تخليك تغير حياتك 180,000 درجه. مؤسسة تعليمية وأكاديمية تعليمية هدفها بس إنها تساعدك وتاخد بإيدك عشان تتطور وعشان تغير، عشان تقدر تكون رائد أعمال، عشان تقدر تكون ترينر، عشان تقدر تكون لايف كوتش، عشان تقدر تشتغل في الإدارة، تشتغل في البيزنس. فهي منظومة قوية جدا 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 بستاندر عالمية بمعنى الكلمة. كل يوم بتتطور وكل يوم بتتغير وكل يوم في جديد وكل يوم في أنشطة وأكتيفز مختلفة تماما جدا عشان تساعد كل حد فينا في مجال التدريب، سواء كنت عايز تكون كوتش او عايز تكون مدرب، عايز اكون حد افهم نفسي كويس، اعرف ازاي اكون ليدر، ازاي اكون قائد. وانا يجي دور ايجيبشن بورد اكاديمي وهي كمان المسؤولة مسؤولية كاملة عن تنظيم اليوم بتاعها. فعايزين نحيي ايجيبشن بورد اكاديمي تحية كبيرة جدا 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 جدا. شكرا لكم. وعايز اشكر كمان فريق رواد مصر اللي عملوا يعني مجهود كبير جدا جدا عشان الحدث يطلع بالجمال ده وبالشياكه دي. هم مهتمين جدا جدا بالديتيلز والتفاصيل، بيبذلوا مجهود كبير جدا جدا عشان نكون كلنا موجودين النهارده. فعايزين نحيي فريق رواد مصر تحيه كبيره جدا جدا جدا. البورد المصري ممكن تكون بتقدم ايه؟ معانا السلايد ولا مش معانا السلايد؟ معانا موجود؟ بسم الله. معانا السلايد ولا اقول انا بتقدم ايه؟ البورد المصري بتقدم كورسات مهمه جدا، وبتقدم سكيلز مهمه جدا، وبتقدم تريننج مهمه جدا